بما اننا في اخر 30 يوم خلاص قبل الامتحانات، في حاجات كنت بتعملها ما بقاش ينفع تعملها. اول حاجه منها هي التسويف. ما بقاش ينفع تقول انا هذاكر كذا بكره وهذاكر كذا الاسبوع الجاي، او ان يكون في حاجه معينه تاجلها عشان انت مكسل تذاكرها دلوقتي، او عشان انت واثق ان انت ممكن تلمها بسرعه. اللي انت متاخر فيه او اللي يجي في دماغك ومحتاج تذاكره تقوم تذاكره النهارده، لا مش النهارده، تقوم تذاكره دلوقتي. مفيش مجال انك تضيع اي وقت تاني ايا كان السبب. اي حد ممكن يقع في فخ التسويف بحجه ان في وقت كتير متبقي. الحجه دي مش موجوده دلوقتي. الوقت اللي متبقي يا دوبك على قد انك تذاكر وتخلص وتراجع. كل دقيقه جايه انت محتاجها، فحطها في المكان المناسب. تاني حاجة، أي معصية أو مصيبة أنت بتعملها حاول توقفها فورا. في حديث بيقول إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ومعنى الكلام دوت هو إنك ممكن تحرم إنك تجيب درجة كويسة، أو إن مجهودك اللي أنت بتبذله ممكن ما تتكافئش عليه بسبب الذنوب والمعاصي اللي أنت بتعملها. اللي فات استغفر عنه وربنا يتوب عليك، لكن الفترة اللي جاية حاول تكون قريب من ربنا قدر الإمكان، وحاول تبعد عن أي حاجة ممكن تغضبه. وخليك فاكر إن التوفيق في الامتحانات والنتيجة الكويسة بتكون برضا ربنا، مش بشطارتك ومجهودك ومهاراتك. ياما ناس بيكونوا شطار جدا وبتيجي تعك في الامتحانات بسبب عدم التوفيق والبلاوي اللي عاملينها طول السنه. الفتره الجايه فرصه لانك تتوب عن اي معصيه انت بتعملها وتقرب من ربنا وتطلب كرم. ثالث حاجه، الاحصاء والتربيه الوطنيه والتربيه الدينيه. ما ينفعش يكون المواد دي مصدر قلق ليك، يعني ما ينفعش تقعد تاجل فيهم ويفضلوا شاغلين جزء من دماغك ويكونوا قلقينك، في حين انك ممكن ببساطه كل يوم نص ساعه بس تبص على المواد دي وهتلاقيهم اتلموا وهتذاكرهم بس ليله الامتحان وهتجيب فيهم درجه كويسه. رابع حاجه، ما ينفعش اليومين دول تكون بتذاكر 3 4 ساعات وتلم الدنيا وتوقف المذاكره وتقول انا كده خلصت اللي عليا. اقل حاجه تذاكرها دلوقتي 9 10 ساعات. اي نعم انا قلت كذا مره ان الكميه هي الاهم مش عدد الساعات، بس الاكيد انك لو بتخلص كميه معينه في 5 ساعات هتخلص ضعفها في 10 ساعات. فانت المفروض اغلب يومك دلوقتي يكون رايح للمذاكره. ولو بتراجع دلوقتي ماده حاول ما تديهاش اكتر من 5 ايام تكون ذاكرتها وراجعتها كويس. وخلي مراجعه المواد اللي في اول جدول الامتحانات خليها في الاخر بحيث تكون حاضره في ذهنك لما تبدا الامتحانات. خامس حاجه، حاول تتاكد ان الاكل بتاعك فيه فيتامين دي وفيتامين سي والحديد والاوميجا. انت الفتره دي مش حمل اي نقص في الفيتامينات او العناصر دي، لان نقصها هيأثر بشكل كبير على قدرتك الاستيعابيه وتركيزك. هتقول لي طيب يا دكتور انا مش باكل كويس. اول حاجه هقولها لك ان ده غلط جدا. تاني حاجه، ممكن شويه نصلح المشكله دي بانك تجيب فيتامين سبلمنتس او مكملات غذائيه وتاخدها مع الاكل بتاعك. مش هتحل لك المشكله بشكل كامل بس هتساعدك نوعا ما. واخر حاجه هقولها لك هي انك تصلح نيتك وتفتكر انت بتذاكر ليه وما تبخلش على نفسك بالمجهود.